السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جيتكم بتحلية منعشة باردة تهبل اقتصادية. نبداو على بركة الله. نديرو إطرا حليب. الحليب ديما نديروه كي نديرو معاه نشا، ما نحطوش فوق النار مباشرة. هاي نديرو إطرا حليب. تقدري تنقصي، تقدري ديري إطرا. ندير باكي فلون 100 غرام بذوق الفانيليا، ونزيد مغرف زوج مغارف عفوا نشا ماهمش معمرين مليح، ونحرك بارد في بارد حتى يتمزجوا مليح، ومن بعد نديهم فوق النار ونبقى نحرك حتى يختار لي الخليط، ونحطوه في ليفيغين كما راكم تشوفوا. نقسمو، ما تعمروهمش كامل، خليو شويه لي سباس باش نكملو نديرو الطبقه الثانيه هكذا بهذا الشكل. ومن بعد في الطبقه الثانيه واش نحتاج الفواكه تقدري ديري واش عندك في الدار. انا عندي تفاح وفراوله وشوي موز، وتقطعيهم قطع صغيره. تقدري ديري فرد الفاكهه اللي تحبيها، غير الخوخ، المشماش، تقدري ديريها مام في الصيف. واش عندك في الدار تستعملي. تقدري ديري مزيج، تقدري ديري فرد طبقه تاع فواكه هكذا. انا درت مزيج بين هذا الثلاث فواكه، وما درتش كميه كبيره يعني ما يهزش اقتصادي. ديري من حبه حبتين في الاخر في لاغوسات هذه، هذا مكان. ومن بعد درت عليهم رشه قرص باش ما يكحليش البنان والتفاح، ونخلطهم ونضيفهم مباشره. ما ندير لهم حتى اضافات فوق الفلون بعد ما تبرد هذيك الطبقات تتماسك باش تحطي الفواكه تاعك بهذا الشكل. نحاول نعمرهم مليح كما راكم تشوفوا هكذا. ومن بعد نروح للطبقه الثانيه. انا درت 2 كيسان ماء، ودرت معاهم هذاك المكعب تاع اللي درته معاكم تاع مركز الليمون، وتزيدي معاه باكي فلون بذوق الفاني حجم 50 غرام. ولا لا ما عندكش تقدري ديري 2 كيسان عصير برتقال، ولا تقدري ديري اي عصير عندك تاع البيع وما تضيفيلوش السكر، وتبداي تخلطيه ومن بعد تحطيهم فوق ليفيغين تاعك. وهاي النتيجه بعد ما برد يجي رائع ويجي منعش. ونتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي تعليق، ويومكم طيب.